في نوع من انواع الغضب على زياد العليمي علشان سب المشير. نعم. يعني الحريه والعداله بالتحديد كان واقف، يعني الراجل كل ما يجي يتكلم يقولوا له، طبعا انا ضد الحكايه، يعني انا ضد الفكره نفسها، انما اكتر ناس كانوا واقفين له بالمرصاد، وانه لازم يعتذر اعتذار واضح وصريح. اولا رئيس المجلس، ثانيا رغم ان حضرتك كنت من الناس اللي رافعه ايدها انك موافق على الاعتذار، انما اغلب الحريه والعداله كلهم كانوا عايزين يعتذر اعتذار صريح. خلينا نفرق ما بين حاجتين: النقد السياسي والسب والشتم والتجريح، خاصة لما يتعلق برموز ومؤسسات الدولة. الفارق كبير. حضرتك فاكر كويس قوي يوم أظن كان 11 يناير 2009 أثناء الحرب على غزة، لما الدكتور سرور قال لي أنا هحولك للجنة القيم لأن أنا شفتك في التلفزيون بتهاجم الحكومة المصرية عشان موقفها من الحرب على غزة. ده نقد سياسي. أنا وفي دور المعارضة. أنا ما قلتش مثلا إنه أحمد فتحي سرور ده كذا، أو ما قلتش مثلا أصل ده مجلس كلهم كذا. صحيح. وبالتالي الفارق كبير ما بين النقد السياسي اللي يجب أن يمارس بلا سقف. بس كنت تبدو أنت جوه المجلس إن أنت متعاطف جدا مع زياد. أنا كنت متعاطف جدا مع ألا تأخذ هذه الواقعة من وقت المجلس كل هذا الوقت، وألا يعامل النائب حتى وإن كان مخطئ بطريقة يعني نمده على رجله، هنمده على رجله، لا خالص. وبالتالي أنا قلت لزياد قبل بمجرد ما فتح الموضوع في المجلس والتقيت معاه وسط مجموعة من زملائنا النواب خارج القاعة، قلت له أقسم بالله لو أنت ما عندكش قناعة بإن في خطأ حصل، أنا انصحك بألا تعتذر وسأقف معك لآخر المدى. هو قال لك ايه بقى؟ هو قال لك انه في خطأ حصل؟ فقال لا اقر بان في خطأ حصل، وان يعني شوف يا استاذ عمرو، طب مين اللي كتب له الاعتذار ده؟ انت بيقول ان انت اللي حصل. هقول لحضرتك، لكن انا عايز بس انتهز الفرصه لتوضيح حاجه. يوم 8 فبراير 2011 واحنا في قمه المشهد الثوري في ميدان التحرير، والعواطف كان يوم 3 اظن، كان في مليونيات، حد 2 3 مستمرة بقى عشان نوصل يوم 11 فبراير اللي حصل فيه التناحي، والعواطف ملتهبة على آخرها ضد حسني مبارك ونظامه بالكامل، وكلنا نهتف يطلع بره ويرحل ثم في مشهد والله يا أستاذ عمرو يعني كان في غاية الحماس والقوة، لكن خرج عن هذا السياق من النقد السياسي والضغط السياسي إلى التجريح الغير مقبول، حتى ولو كان لشخص نحن نرى محاكمته بل ربما يعني اعلى صور من الادانه. فعلى المنصه اللي كانت موجوده البسيطه في قلب ميدان التحرير، فجه احد النشطاء السياسيين ومعاه ابنه 5 6 سنوات كده شايله فوق راسه، والولد طلب يمسك الميكروفون عشان يهتف معانا، فلقينا يعني معنى جاي يعني جميل مشاركه جميله. صحيح. فالولد مسك الميكروفون وهتف بحماس شديد: يا مبارك يا كذا يا اللي مالكش لازمه. كده عرفت حضرتك كذا دي؟ ايوه. والناس بدات تهتف وراه بقوه وحماس، طفل وبيهتف بشكل مؤثر جدا، والناس في قمه الغضب من مبارك ونظامه، وبالتالي متفاعله جدا فبتهتف بالالاف. بس دي اقل كتير حتى من الشتيمه بتاعت زياد عليمي يعني، حتى دي فرحت طالع على المنصه ومشاور للناس: لا مش احنا اللي نقول الكلام ده، احنا نطالب باعدام حسني مبارك، نطالب بمحاكمه حسني مبارك، مصرين على طرد حسني مبارك من موقع المسؤوليه، لكن ما نستخدمش مثل هذه الالفاظ. وبالتالي لما قعدنا مع الاخ زياد العليمي واتفقنا على ان في خطا حصل، وقلت له لو مش خطا لا تعتذر، وانا شخصيا ساقف معك لاخر المدى كحق تعبير، لكن لو احنا مقرين بانه خطا يبقى من الشهامه والمروءه والرجوله ان احنا نعترف بالخطا وان نعتذر عنه. بس نحط نحط الاعتذار في سطر ونص. هنعرف يعني الاعتذار اتكتب ازاي، لانه الاعتذار محدش فهمه. هل هو مكتوب بشكل غامض، ولا هو زياد العليمي ما قالوش بشكل واضح، ولا ايه اللي حصل؟ وهننتقل طبعا من النقطه دي، ولكن هي النقطه دي انا واقف عندها ليه؟ انه اللي كتب له الاعتذار من الحريه والعداله، واللي اعترض على الاعتذار بتاعه
الحريه والعداله. هنطلع فاصل